قال يعني المرايه لما اكون قدام السرير هيحصل لي مش عارفه ايه. ظهر الفتره اللي فاتت برضو ده ممكن يكون من اسباب النحس والحظ والكلام ده، الافكار ثم المشاعر ثم ايه بقى، اقتناعك بعلم الارقام، علم الابراج، وعلم طاقه المكان، وعلم كل العلوم دي طالعه بقى ايه، بتقولك انت اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. في فتره كده جت حضرت كورس بيتكلم عن طاقه المكان وطاقه الارقام، وان الرقم مش عارفه ايه اعملي ايه، ولو انت بتعملي مبيعات فحطي رقم 4 في المبيعات علشان يجيب لك فلوس اكتر، واعملي مش عارفه ايه، وطاقه الالوان، واللون الفضه مش عارفه بيعمل ايه، واللون الذهبي بيعمل ايه، واللون الاورنج بيعمل ايه. اقسم بالله زي ما بقول لكم كده، انا بقيت بصيت كده ايه ده، الحاجات دي حلوه، ممكن تبقى حلوه، بس انا مستحيل اقتنع بيها. ليه؟ لان انا بظني في ربنا وبثقتي في ربنا وبافكاري وقناعاتي، اقسم بالله لو شفت رقم 11 يا اللي انتوا بتقولوا عليه مش عارفه يحصل ايه، اقسم بالله هيحصل لي الحلو كله وهيحصل لي الايجابي كله. طب يا اللي انتوا بتقولوا شهر مثلا مش عارفه ايه هيحصل فيه، ويعملوا تنبؤات شهر كذا وتنبؤات شهر كذا، اقسم بالله بظني في ربنا وبيقيني في ربنا ان هيحصل لي احسن حاجه. انا اللي بغير طاقه الرقم، مش طاقه الرقم اللي بتغيرني يا هبل. انا اللي بغير طاقه المكان اللي انا فيه، مش المكان هو اللي بيديني. قال يعني المرايه لما اكون قدام السرير هيحصل لي مش عارفه ايه. ايه اللي احنا فيه ده؟ مش معنى كده ان انا ممكن مثلا لو صدفه بلاش مرايه قدام السرير ماشي، بس انا عاملاها كده، لكن مش ده اللي هيخليني انام كويس يا عبط، والله بتكلم بجد.